عندنا بعض الحاجات طبعًا مسلسل ابن النادي اللي خلص كان بيتذاع على منصة شاهد، خلص هو 10 حلقات. بشكل عام المسلسل يعني لسه ما خلصتوش كله، المسلسل كويس يعني ولسه ما اتفرجتش على كل حاجة بس كويس، انتظروا review كامل عن المسلسل. وطبعًا فيلم السلم والتعبان بعنوان لعب عيال هينزل يوم 11/11 في مصر و13/11 في الوطن العربي. برضه انتظروا ريفيو عن الفيلم ده. طبعا نزل الحاجات بقى الإعلانات بتاعته التشويقية وبعض الأغاني التترات وحاجات كده. فيعني كنا طبعا هو طبعا بطولة عمرو يوسف وطبعا وأسماء جلال، الاتنين دول الكابل دول كان في فيلم ولاد رزق 3. فيعني كان هما يعني طارق العريان هو مخرج ولاد رزق أصلا، فيعني جهزهم في ولاد رزق 3 وعمل فيلم تاني اللي هو طبعا سلم والتعبان لعب عيال بطولة النجمين دولت. فطبعا انتظروا ريفيو عن الفيلم ده. وطبعا عندنا طبعا بعد حاجات بقى هنفتح المتحف المصري. المتحف المصري بعد الافتتاحية والاحتفال وكده طبعا المتحف كان حفلة من طبعا إخراج المخرج ومدير التصوير طبعا مازن المتجول. طبعا عمل حاجات قوية واتكلم عن بعض التفاصيل ولسه بيتكلم عن حاجات تانية في حلقات. فيعني اتكلم عن التفاصيل والتحضيرات. وهو طبعا كان مخرج طبعا موكب المومياوات اللي هو كان سنة 2021. فهو طبعا بيخرج المناسبات شكله القوية. طبعا اتكلم عن حاجات وطبعا مجموعة الناس المشاركة والحاجات والتفاصيل، ولسه هيتكلم عن حاجات تانية. فيعني حاجات كويسة. طبعا المتحف المصري اتفتح رسميا للجمهور يوم 4/11. كان في طبعا ازدحام كبير على دخول المتحف المصري في أول يوم افتتاح للجمهور 4/11. طبعا ظهر نجوم كتير من هوليوود، طبعا أبرزهم فان ديزل، طبعا نجم من نجوم فاست اند فيوريوس أشهر أعماله، عمل أعمال كتيرة ونجم الأكشن طبعا فان ديزل. فظهر طبعا في الزيارة وبقى مجموعة من الناس المهمة في العالم والدول الأوروبية بيعملوا يعني دي تعتبر دعاية لمصر مجانا. فكانت حاجة كويسة وحفلة افتتاح المتحف المصري كانت مميزة. ويعني انتظروا إن شاء الله هنعملوا فيديو كامل عن المتحف المصري، بس الدنيا تهدى شوية عشان في ازدحام دلوقتي في المتحف. الدنيا تهدى وإن شاء الله يبقى فيديو جامد، فانتظروا الفيديو ده.